السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. هنعمل النهاردة حاجة بسيطة كده، هنعمل مع بعض حشوة حلوة جدا جدا للسمبوسك. تمام، انا ما شلتهاش في التفريزات من بدري، كنت حابة اشيلها كده في اول رمضان علشان يبقى الاستخدام منها على طول اول باول. والصراحة ما كنتش حباها ان هي تقعد في الفريزر كتير ولا يعني تاخد من التلج وكده. يعني عادين اهو، عملتها تاني يوم رمضان، فهنبدأ بقى نستخدم منها عشان تبقى فريش وتبقى كويسة. حتى لو عايزة تعمليها بدري شوية هتبقى عادي تمام، بس يعني كل ما تأخريها هتبقى احسن. انا عملت الحشوة بتاعتها جبنة موتزاريلا على جبنة رومي، وهحط عليها دلوقتي حاجة حلوة قوي هتخلي لك طعمها حلو خالص وريحتها رهيبة وهي بتتقلي. هحط معلقتين اللي هم الصغننين دول من معالق الشاي زعتر اللي هو الزعتر المجفف ده. ولو مش متوفر عندك الزعتر ممكن تحطي نعناع ناشف، برضو بيديها ريحة حلوة قوي قوي وطعم مختلف وجميل خالص. دي حشوة من ضمن الحشوات اللي انتي تعرفيها، ممكن تحشيها برضو جبنة كيري، جبنة نستون. يعني السمبوسك اي حشوه مش هتقولك عليها لا. تمام. فالمهم انا حبيت اعملها بالحشوه دي، مختلفه ولذيذه وخفيفه، لان طبعا اغلب وصفاتنا في رمضان بنعمل رقاق باللحمه، بنعمل لحمه مسلوقه في شوربه، بنعمل صينيه صواني بقى بلحمه، بنعمل فراخ مشويه او فراخ برضو في صواني. يعني اللي اقصده ان السمبوسه تبقى مختلفه شويه، ما تكونش حشواتها فراخ او لحمه، تكون حاجه كده مختلفه. يعني جبن تكون محشيه خضار، ممكن تحشيها زيتون وجبنه قريش، اي حاجه تحشيها يعني بعيدا عن اللحوم والكلام من ده. فانا حشيتها كنت جايبه كيسين من السمبوسك، حشيت كيس من الجبن دي المشكله، وحشيت الكيس التاني لحمه مفرومه. بس هقولك على تعصيجه بقى مختلفه خالص خالص للسمبوسك. يعني انت ممكن تحشي مثلا كيس سمبوسك اللي هو كيس اصلا بيبقى حوالي نص كيلو او اكتر، يعني مش عارفه بيكون باين 600 جرام ولا ايه. تحشيه بأقل من ربع كيلو اللحمة. يعني هتشوفي دلوقتي انا عملت العصاج بطريقة مختلفة جدا، هتعجبك جدا جدا جدا، هيرمي معاكي كتير. بصوا كده بقى، انا عملت زي السمبوسة، بعملها زي القرطاس، وبجيب معلقة صغيرة بحط فيها الحشوة بتاعتي، وبعد كده ببدأ ألفه واحدة واحدة. طبعا انا وريتكم اول واحدة بالراحة. تمام. طريقه الحشو بتاعها سهل جدا جدا، انت بس لو ركزتي في اول واحده هتلاقي الموضوع سهل خالص. انا الاول كنت برضو بتلخبط كده، ايه ده انهي اللي هتطبق على التانية الاول، بس بعد كده الموضوع يعني لما بدات اعملها كتير وكده بقيت يعني عادي سهله معايا. تمام. هبدا بقى احطهم كده في كيس او علبه، يعني على حسب بقى انت حابه تشيلوهم ازاي، بس الافضل انك تحطيهم يعني في كيس كده وتقفلي عليهم كويس الهواء، عشان ممكن العلبه تبقي تدخل لها هواء او حاجه. فانا هحط كده العدد بقى اللي انا احبه كده في الكيس، واحاول اقفله كويس. ده كده ما شاء الله كل اللي في الصينيه دول، ده كده كيس واحد بس من السمبوسه. هعمل بقى حشوه تانية وهوريكم هنعملها ازاي، وهحشي برضو الكيس التاني. تمام. طبعا ده مش فطار النهارده خالص خالص، ملناش دعوه باللي احنا بنعمله ده النهارده. طبعا فطار النهارده احنا عارفين هنفطر ايه كويس قوي. اول يوم بنعمل ايه، تاني يوم لازم بيبقى فطار من اول يوم. تمام. جبت انا هنا بقى طاسه كده سخنه، حطيت فيها معلقتين من الزيت، ما بحبش اكتر في العصاج الزيت علشان ما يبقاش مدهن كده ومش لطيف. وهحط يا ستي، حطيت ده نص كيلو من اللحمه. هبدأ بقى اشوحه كده لحد يعني مش هقولك يتحمر، لا اللي هو بس يفك، بس عشان هي كانت مجمدة شوية. وضربت بقى في الكبة كده، وحطيت اهو حبة ملح، حبة فلفل اسود، احط مثلا ورق لورا، احط واحدتين حبهان، يعني بهاراتك اللي انت بتحبيها، ممكن تحط عود قرفة، كزبره، دي بهارات مشكله. انا حطيت ملح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، حطيت 7 بهارات، حطيت مكعب مرقه، ورق لورا وحبهان بس، وكزبره في الاخر. لما حطيت البصل حطيت الكزبره. تمام. وببدا بقى كده اللي هو بدبلها. دلوقتي انا مهديه النار خالص، مش معليها علشان اللحمه ما تحمرش معايا وتبقى واخده اللون الاحمر بزياده، ده ما تكونش لطيفه. بخليها النار هاديه وبفضل افكك فيها كده. حطيت بقى هنا كيلو ونص من البصل، انت ممكن تكونش واخده بالك، بس انا عشان قلبته شويه فهبط شويه. ضربت في الكبه حوالي كيلو وربع كده او كيلو ونص من البصل، وحطيتها على اللحمه. هتقولي كتير قوي على كميه اللحمه، بتبقى
كويسه جدا جدا لما بيكون البصل كتير، سواء في حشوه جلاش، حشوه رقاق، حشوه سمبوسك. لو هتعملي بقى هقول لك، لو هتعملي بقى مكرونه بشاميل لا، بيبقى واحد قدام واحد. يعني ايه واحد قدام واحد؟ يعني بيكون مثلا نص كيلو لحمه قدامها نص كيلو بصل، ما بتكتريش في كميه البصل. لو هتعملي مكرونه بشاميل بالذات بيبقى الافضل انك تكتري فيها اللحمه، او يبقى الند بالند، يبقى البصل قد اللحمه. لكن بقى جلاش، سمبوسك، رقاق، البصل بيبقى احلى بكتير لما بيكون هو الاكتر. انا مش بقول لكم كده عشان موضوع ان انا اوفر في اللحمه، لا والله بيكون فعلا افضل من ايه، بتحسي ان الرقاق او الجلاش مسكر، طعمهم مسكر. تمام. بصي هنا بقى حطيت بقى معلقه بابريكا، وحطيت الكزبره الناشفه اللي انا قلت لك عليها، وبعد كده قعدت بقى احمر فيها كده او اظبط فيها لحد ما هبطت ودبلت خالص معايا. دلوقتي هنا كده طبعا اوريتكم ازاي طريقه الحشو. فانا حشيت بقى الكميه التانية دي كده لوحدي من غير ما اصورها. اول 3 اكياس دول جبن، والتانيين دول برضو هفرقهم على 3 اكياس هيبقوا لحمه. يبقى كده عندي 6 اكياس من السمبوسه، كل كيس واحد من السمبوسك اداني 3 اكياس، كل كيس فيه 12 قطعه. تمام. ما شاء الله اداني كميه حلوه قوي قوي. طبعا فاض من اللحمه طبعا كتير ما شاء الله. اللحمه اللي انا عصقتها دي هشيلها بقى لاي حاجه تانية اعملها. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنسخن طبعا الفطار بتاعنا عشان كان خلاص الاذان قرب ياذن. انا طبعا دخلت اعمل السمبوسه كده قبل المغرب كده يجيب نص ساعه ولا ساعه. فايه وبدات بقى المغرب، قلت بدل ما اخرج تاني من المطبخ لا ادخل قبليها قبل الاذان بحاجات بسيطه، وبالمره اسخن الفطار واخرج بقى واقعد وخلاص كده ما يكونش ورايا اي حاجه. هنا بقى سخنت لسان عصفور اللي كان باقي من امبارح. انا الخيار المخلل اللي كنت عاملاه معاكم نسيت احطه في اول يوم، اديني حطيته اهو قطعته. وادي المحشي الكرنب اللي كنا عاملينه مع بعض سخنته كده بمعلقه سمنه بلدي من اللي احنا عاملينها برده مع بعض. والجلاش او الراده سخنته وحطيته. والبط اللي كان فايض مننا اول يوم، وما شاء الله اكننا ما كلناش اي حاجه اول يوم. والاكل اهو بقى لتاني يوم وما عملناش فطار. احلى حاجه طبعا احنا ما عملناش فطار وتعبنا وعملنا مجهود وقضى معانا تاني يوم والحمد لله. طبعا كلنا متعودين من اول يوم في رمضان بيفيد مننا اكل تاني يوم، فما نعملش اي حاجه تاني يوم. فلو وراكي اي حاجه سهله ممكن تعمليها تاني يوم. والسلام عليكم.